ياما غنينا الغناوي في حب مصر، وسهرنا ويا سحرها طول الليل. مصر اللي ربنا ادى شعبها من غير حساب، وذكر اسمها في كل كتاب. اسألوا الدنيا كلها نفسكوا تزوروا اي بلد هيقولوا نزور مصر. ياما سمعنا وقرينا عن الهرم والنيل وشرم الشيخ. People are very kind, and the pyramids are, of course, very nice. I read quite a bit about Egypt, and I like to come to see it myself, you know. السياحة كنا زمان فاكرينها باب رزق الناس مش كتير بيشتغلوا في فنادق وبازارات ومزارات. عرفنا بعدها ان مفيش مهنة ولا أسرة إلا لما بتستفيد من السياحة. الفلاح في أرضه بيزرع وخير أرضه يرجع له، سواق يوصل من مكان لمكان، وحنطور يجر حصان. البنا يبني فندق وقرية السواح يسكنوا فيها، والنجار يعمل بيبانه، والنقاش يدهن حيطانه، والكهربائي يعمل شغله، والكوالنجي والحداد والاسترجي والمهندس. كم مصنع بيفرشوا فنادقنا، وكم مصنع بيعملوا لهم القماش، وكم مصنع سيراميك وحمامات، كم طبق وكم كوبايه، وكمان كم لمبه وكم متر مرايه. بنتوقع ان سنه 2025 هيبقى فيه استهلاك من الاساس للفنادق بس ولصناعه السياحه بس حوالي 340 مليون دولار. اللي احنا عايزين هنبني 15,000 اوضه كل سنه عشان نوصل ل 430,000 اوضه من النهارده ل 2025. السياحة إسهامها في اقتصاد مصر وصل 6.7% لما حققت دخل يزيد عن 41 مليار جنيه السنة اللي فاتت بس. وعلى مدى 5 سنين فضلت السياحة أهم مصدر للعملة الصعبة، ما بينافسهاش غير البترول. ما هي مصر ربنا اداها شواطئ وبحار الناس تستمتع فيها ليل ونهار. اداها النيل اللي الدنيا كلها بتجيل وتستمتع بسحره ايام وليالي. اداها حضارة وثقافة العالم كله يقف قدامها بكل احترام. واداها شعب هو كنز في نظر العالم. This is my third trip in Egypt because I love this country. I think it's a beautiful one in the world, better one in the world. I love the sun, but not just the sun. I think the treasure is the Egyptian because they are very kind and I like those people. خطتنا اللي بتتحقق بتقول هنبني 15,000 غرفة في السنة، ولو كل غرفة تكلفتها 300,000 جنيه في المتوسط، يعني استثماراتنا في السياحة هتكون أكتر من 4.5 مليار جنيه بس عشان نبني ونفرش. وده هيوفر 90,000 فرصة عمل في السنة. المشروعات الكبيرة اللي اتعملت في آخر 2 أو 3 استثماراتها ملهاش مثيل.
The design is beautiful. It's big and welcoming, and the lighting is very good, and the way the shops are arranged is excellent. Also, during the shopping, you can sit and eat and have a drink. The design incorporates lots of places for this, and of course the cinema. الأقصر لوحدها تطويرها هيتكلف 1.4 مليار. بقت صورة مشرفة يفخر بيها أهلها وكل مصري قدام زوارها اللي جايين يستمتعوا بجوها وأثرها. التطور اللي حصل في منتجع الجونة وفي كل مدينة الغردقة في خلال 5 سنين مش بس للأجانب لكن كمان للمصريين. ما هي السياحة الداخلية النهاردة برضو مهمة. كل سنة ما بنيجي بنلاقي في تطور في البلد هنا وتطور في المعاملة. فاحنا الحقيقة يعني حتى الواحد فكر انه يجوز ولاده هيجيبهم هنا في شهر العسل بدل اوروبا وفار ايست فهنا احسن بكتير قوي وامان عن اي بلد تاني. مكان راقي بجميع المقاييس. باجيها كتير قوي وكل مرة بيبقى فيها حاجة مختلفة وفيها حاجة جديدة بتفتح. شفت حديقة الأزهر بعد ما كانت كم مهمل بقت خضار ومزار ومكان ترفيه ومطاعم طول اليوم. فيها ناس بتاكل من خير أرض مصر وهي قاعدة في مكان كل اللي فيه صنع في مصر. السياحة النهاردة اسهامها 11.3% من إجمالي الناتج المحلي ودورها بيزيد كل سنة. الحمد لله رب العالمين، ده رزق ربنا بعته لنا، والسياحة بالنسبة لنا خير كبير. واللي ما شافش مصر وما جاش شرم الشيخ وما اتفرجش على السياحة يبقى فعلا ما حسش بالأمان والحنان في مصر. وزارة السياحة على قد ما بتقدر بتبذل جهودها انها تخلي البلد هنا مستواها دايما نظيف على مدار السنة. في نفس الوقت المساعدات اللي بتقدمها على جميع المستويات سواء للفنادق او للقرى السياحية او لمراكز الغطس تقريبا لكل حاجة. يعني بقت شرم الشيخ من احلى البلاد اللي فيها السياحة. شباب مصر النهاردة بيتدرب على السياحة في مدارس وكليات وتدريب عملي وهو بيشتغل. نبدأ نديله ونسقله بدورات تدريبية مكثفة طبعا في كل تخصص بيدرس فيه باستفاضة بحيث انه يقدر يتعامل مع الجست ويقدر يديله الخدمة المطلوبة منه وبيبقى واجهة مشرفة لمصر كلها. The people are very nice and kind and friendly and very helpful. All you have to do is ask and they will tell you any information they can possibly give you. And I'm sure I will be back again, inshallah, again. Thank you. خطة مصر للمستقبل القريب بتقول إن عدد السائحين هيزيد من 9.1 مليون سائح في السنة ل 14 مليون سنة 2011 بعد ما كانت 5.5 من 6 سنين. الخطة اللي بتتحقق على أرض الواقع بتقول 8 مليار جنيه في السنة استثمارات سياحية بنكمة توفر منها 3 مليار. ونجمع جهودنا سياحة وطيران ونقل وإعلام لكل مواطن مصري عايز الخير لنفسه ولولاده. السياحة أبواب رزق بالملايين وفرص عمل لكل المصريين وصورة بلدنا قدام العالم تفضل في عقله إن مصر فعلا أم الدنيا.